بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعزائي، مادتين موجودة في كل بيت هي سم قاتل المينا. احذروا من هذه المادتين، هي أخطر مادتين وأكثر مالك المينا يعطوها للمينا. أخوان، طائر المينا هو طائر خاص وتغذيته تختلف عن باقي طيور الزينة. هو كل شيء أمامه يأكل مثلا الأدوات الفلزية مثل الملعقة، المسمار أو الخيوط، أو مثلا القيطان مال الأحذية، وكل شيء شوفه يأكل. أعزائي، طائر المينا ما يستطيع يأكل الحبوب مثل باقي طيور الزينة، لأنه ما يستطيع أن يهضم الحبوب بسبب جهاز الهضمي الخاص الذي يملكه. ما يقدر مثل يأكل الدخن، الكتان، العدس، الماش، التمن، الحنطة والذرة الصفراء. هذه المواد يجي مثل طبخها أو بصورة مثلا حبوب مستنبتة وإعطائها للمينا. طائر المينا هو مو دجاج ولا كناري ولا من فصيل ببغاءات. أكله يفرق عن باقي طيور الزينة، ولا تعطوا أكل الدجاج للمينا. أعزائي، كما قلنا في الفيديوهات السابقة، الغذاء الذي يحتوي على الحديد بكثرة أو فيتامين سي بكثرة يولد داء الكبد أو التهاب الكبد لطائر المينا ويقتل طائر المينا. المادتين التي نشوفها بكثرة يعطوها المينا خاصة في البيوت هي الخبز والتمن أو الرز. هذه المادتين تحتوي على الحديد بكثرة، وإعطاها لطائر المينا بكثرة بمرور الزمان راح تقتل طائر المينا. شوفوا هسه عندنا هذا طائر المينا شلون ياكل قاعد الخبز، هو كل شيء أمامه ياكل، بعده التمن وكذلك الخبز من طائر المينا، لأن هذه المواد تولد داء الكبد أو التهاب الكبد، وهي من باب السم لطائر المينا وتقتل طائر المينا. يجب الحذر من هذه المادتين التي توجد في البيوت بكثرة، لأن طائر المينا بالنسبة للحديد حساس وما يقدر يهضم الحديد خلاف بقية طيور الزينة الأخرى، ويجب إبعاد هذه المادتين عن طائر المينا. إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر لايك وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم، أسرار تربية الطيور.